تعالوا النهارده نعمل مع بعض أحلى وأغنى وأهش كيكة برتقال ممكن تعملوها. طبعًا الكيكة دي أنا عملتها النهارده والبرتقال مالي السوق، البرتقال صيف شتا موجود. النهارده هنعمل مع بعض كيكة برتقال ولا هي غامقة ولا هي مكتومة، زي ما أنتم شايفين كده لونها مصفر فاتح وكمان هشة وخفيفة. هنعملها النهارده بمقادير مضبوطة علشان تطلع معاكِ أحلى كيكة برتقال. أول حاجة هاجيب كده 3 حبات من البيض، طبعًا أنا باستخدم بيض بلدي، ممكن تستغني وتخلّيها يعني بيضتين مستورد لو كانوا كبار، لو كانوا صغيرين تستخدمي 3 بيضات زي كده، وحطيت المنكهات طبعًا قصنص حليب وفانيليا ربع معلقة، ربع معلقة، وحطيت كوباية إلا ربع من السكر، وطبعًا هاخفق لغاية لمّا يبقى القوام كريمي زي ما أنتم شايفينه بالشكل ده. بعد كده هاضيف عليهم كوبايتين من الزبادي وزنهم 150 جرام. طبعًا الزبادي هنا بيدّينا هشاشة وكمان بيدّينا لون فاتح ما بيخلّيش الكيكة معانا مكتومة ولا كمان غامقة. وحطيت نُص كوباية من الزيت وكان المفروض أضيف كمان معلقة من الزيت، أنا نسيت بس في آخر الفيديو هاضيفها. بعد كده حطيت تِلت كوباية من عصير البرتقال وبشر برتقال. طبعًا الناس اللي بتعملها بكوباية من البرتقان كاملة بتلاقوا إن الكيكة بتاعتهم غامقة شوية، فلأ استخدمي تِلت كوباية وهتدّيكِ نكهة برتقان حلوة جدًا. هنا أنا حضّرت كوبايتين من الدقيق وزنهم 250 جرام يعني ربع كيلو عليهم 15 جرام من كيك شيف. هاقلّب كده مع بعض وبعد كده هانزل عليهم على مراحل، يعني بانزل بالدقيق مش مرّة واحدة علشان ما يتكتّلش معاكِ ويبقى متكتّل وتقعدي تضربي فيه كتير. طبعًا أنا مستخدمة هنا دقيق خاص بالكيك اللي هو بيتباع في السوبر ماركت، وباقلّب كده الدقيق مع السوايل لغاية لمّا يختفي. لمّا تحطّي الدقيق على دُفعات مش هيكلكع معاكِ ويتكتّل معاكِ. عايزة أقول لكم ريحة البرتقان طالعة وأنا باعمل الكيكة، ريحتها وهي نيّة جميلة جدًا. طبعًا أنا معلقة الزيت أنا هاضيفها دلوقتي، اللي أنا نسيت أحطها في الأول، يعني مع كمية الزيت، لإن كمية الزيت 120 جرام، هي نُص كوباية مليانة وعليها كمان معلقة كبيرة. بعد كده هاجيب صينية مقاس 24، طبعًا لو في مقاس أصغر حطيها لو أنتِ عايزة الكيكة تبقى مرتفعة وعالية جدًا. أنا ما باحبش الكيكات تبقى مرتفعة، دي صينية مقاس 24 ممكن تقيسيها بمازورة أو مسطرة، وصبيت الخليط كده في الصينية، وبعد كده هادخّلها الفرن وباكون مشغّلة الفرن قبل ما طبعًا أشتغل في الكيكة، وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن، طبعًا باختبرها بخلّة، لو طلعت نضيفة خلاص كده استوت معايا. طبعًا هي أخدت معايا 35 دقيقة في الفرن، طبعًا تحسّوها إن هي يعني أخدت تسوية زيادة، لأ هي ما خدتش تسوية زيادة ولا حاجة، ده كانت الأنبوبة لسه جديدة، فعلشان كده واخدة لون كده غامق شوية. هنقلبها على الطبق وهنشوف مع بعض الكيكة. طبعًا الحتة اللي في النُص دي دايمًا بتتشال، هنزينها دلوقتي بالبرتقان، هاخد برتقانية كده وأقطعها أنصاف وبعد كده أرباع، وأغطي بيها التجويف بتاع الكيكة بالشكل ده، منها تدّيها منظر ونداري بقى الحتة اللي هي اتشالت في الصينية، وده شكل الكيكة بتاعتنا، طرية جدًا وهشة. لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة.